السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محل الشيخ العطارين، قناة العشاب الصغير. النهاردة هنعمل خلطة جديدة علينا، يمكن ما عملناش قبل كده بقالنا فترة كبيرة. هي خلطة الطواجن. الطواجن بقى سواء بقى اللي هي المشكلة يعني أو المدبسة، يعني مثلا زي بتاعة الكوارع، زي العكاوي. كل ما هو طواجن لحمة مثلا مدفوسة ولا حاجة وعايز أعملها برضو في طاجن. الأول قبل أي شيء اللي بيخلي الحاجة حلوة أو وحشة الغسيل الكويس. في مثل بيقول اهم من الشغل ضبط الشغل. ضبط الشغل بيقول ايه؟ ضبط الشغل بيقول ان انا مثلا الحله او الحاجه اللي انا هشتغل فيها تكون محطوط فيها فصين مستكه حلوين، ما هو ورقه لوري، كبابه صيني، عود ايكر، عرق جناح، خلنجان، كبابه صيني، جوز الطيب، حبهان، اللي هي التشكيله الحاصه اللي هي موجوده في كل البيوت. باخد من كل حاجه حاجه وبديها تشويحه مع الحاجه اللي انا هحطها في البراك. اذا كانت مثلا عكاوي، اذا كانت كوارع، اذا كانت لحمه، اي حاجه بديها صدمه بتاخد منها. وبعد كده ازود عليها الميه بتاعتها اذا كنت اعملها بشوربه او اذا كنت اعملها بصلصه مع التومه او كلام زي مع طشه التومه او كلام زي كده. طيب انا لو انا هعمل الموضوع ده بالشكل ده، الميه اللي هحطها برضو لازم الميه تكون سخنه. يعني لو انا هعمل شوربه مع الحاجات دي لازم هعملها الميه اللي هحطها عليها لازم تكون سخنه، برضو زي موضوع الفول عشان ما يسودش، برضو عشان الحاجه ما تسودش مننا ويبقى شكلها وحش. وانا بحط بقى ارجع بقى احط الفلفل الاسود، احط البهارات بتاعه الطواجن، كل ده اقدر احطه بقى على الشوربه. اهم حاجه هي ان انا اظبط الصدمه اللي هتاخدها الحاجه اللي هي تتحط في الطواجن. هسيبها بشوربه زي ما هي. هعملها بصلصه يبقى اعملها بصلصه وادخلها ببرامات وادخلها الفرن. كل ده مش هيشغلني في حاجه. اهم حاجه التكه اللي انا قلتها في الاول، فصين المستكه وشويه البهارات الحصى مع سنه الزيت او مع سنه السمنه على حسب ما ست البيت بتعمل. تعالوا بقى نعمل المكونات بتاعه الطواجن. هي مفيش فيها تكات كتيره بس هي دسمه، تبقى غاليه شويه ومكلفه لانها كلها بتعتمد على جوز الطيب والحبهان و فهتبقى دسمه شويه. تعال الاول نعملها ونرجع لكم نقول احنا عملنا ايه. بهارات الطواجن سواء بقى الكوارع، العكاوي، اللحمه المدفوسه، سواء بقى اللي هي هتدخل الفرن او هتبقى مستويه دوبك تاخد صلصه وخلاص. اول حاجه معايا فلفل الاسود، كمون البلدي، كزبره بلدي، كبابه صيني، الحبه الحلوه، كبابه الصيني جميله، حاجه من الحاجات اللي هي ريحتها حلوه قوي، ورق لوري، حبهان، زنجبيل، زر ورد، جوز الطيب، قرفة كسر، قرنفل، مسمار، خلنجان عقربي، سماق، واخيرا العرق جناح. انا سيبته للاخر بس عشان اعرف اصوره كويس والناس تعرف شكله. العرق جناح من الحاجات اللي هي المسخنات القويه جدا، وخصوصا في الطواجن بتدي تيست عالي قوي وريحه حلوه كده. يبقى احنا خلصنا الخلطه بتاعه الطواجن. تعالوا بقى نطحنها ونشوف شكلها عامل ازاي وهنقول التركه بتاعتها في المقدمه. ما شاء الله اللهم بارك، ريحتها عاليه قوي. كباب الصيني وجوز الطيب والعرق جناح عاملين فيها شغل كويس قوي. ورجعنا لكم مره تانية بعد ما عملنا خلطه الطواجن.
هي تقيله وممكن تبقى مكلفه، بس على فكره الخلطه دي تنفع في حاجات كتيره قوي، تنفع في الشوربه، تنفع في الحمام، تنفع في البط، تنفع في الطواجن، هتنفع في كتير قوي. يعني 3 في 1، 4 في 1، 5 في 1، زي ما انت عاوز. يعني هعملها مره وهتبقى خلاص معايا. تنفع بديله للسبع بهارات، بس هزود لها بعض الاضافات، يعني مثلا شويه روزماري، شويه زعتر، فصين توم مجففين، يبقى انا كده برضو عملت منها السبع بهارات. هي من الحاجات الحلوه، شكلها حلو، والتيست بتاعها ما شاء الله ريحتها عاليه قوي قوي. هي ممكن تكون شبه الغوامق شويه، فعشان كده بقول له حضرتك تنفع في الحمام والبط والحاجات اللي هي بتدي على الاسودات، مسخنات عموما، يعني شوربه تسخن كده وتعمل شغل حلو. لو حد محتاج منها اي كميات نقدر نوصلها له، وحد محتاج اي معلومه يقدر يسيبها لنا في الكومنتات. في ناس بتبقى تعلق علينا باضافات حلوه، وده بيعجبني، يبقى في تفاعل بيننا وبين بعض. خلوا دايما في لينك وفي تواصل بيننا وبين بعض، سواء على الواتساب او عن طريق الكومنتات، وانا هرد عليكم. في حد برضو في الفيديو الاخير بتاع البسطرمه اضاف لنا تعليق جديد، انا ما رضيتش اقوله من الاول بصراحه عشان خاطر ما يبقاش فيه اضافات كتيره، احنا قلنا ملح وخلاص. لكن انا برضو بشكره جدا، وبشكر كل ما حد بيضيف لنا معلومه جديده. عايزين يبقى فيه تواصل بيننا وبين بعض، ما هيش العمليه ان احنا حد بيلقن على طول معلومات، لا، اكيد في حاجه هتسقط منه، اكيد في حاجه برضو ما هيش معلومه بالنسبه له. فاتمنى يكون في تواصل دايما بيننا وبين بعض. هسيب رقم التليفون لو في حد محتاج اي حاجه نقدر نوصلها، برضو مفيش اي مشاكل. اشوفكم على خير في فيديو جديد وخلطه جديده من خلطات العشاب الصغير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.